بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي قناه بعد الماتش على يوتيوب وصفحه بعد الماتش على الفيسبوك. بسلم عليكم جميعا جمهور نادي الزمالك النادي الاقصى تتويجا بالبطولات الافريقيه في القرن العشرين. يمكن النهارده هنتكلم على مواضيع مهمه جدا جدا جدا، ولكن مش هننسى اكيد الليله الجميله اللي احنا نمناها امبارح وكاس العالم والمباراه التاريخيه بالنسبه لي. مش عارف بقى انتوا بالنسبه لكم اكتبوا لي في التعليقات، ولكن بالنسبه لي هي يعني من امتع المباريات اللي انا شفتها في حياتي وامتع نهائي شفته في حياتي. اعتقد ان انا يعني خلاص تخطيت يعني سن معين كده، فمش هشوف في حياتي مباراة زي المباراة دي تاني. هنرجع بقى للدوري المصري وهنرجع للكرة المصرية. الناس طبعا عمالة بتتريق على الدوري المصري، على الكرة المصرية وعلى اللي بيحصل، ولكن انا هتكلم بقى ان احنا راجعين للتعليق بتاع المعلقين اللي عندنا. هنسيب طبعا عصام الشوالي ورؤوف خليف والعيدروس والناس الجميلة اللي كانت بتعلق وامتعونا طوال ايام البطولة، وهنرجع بقى تاني وجول وادي كرة عرضية طويلة للنادي الاهلي، وهنقعد بقى فربنا يا رب يعيننا على ما يعني ما بولينا ولا او ابتلينا بيه. ربنا يا رب ييسر الدنيا والدنيا تكون كويسه. قبل ما ادخل في المواضيع بتاعتي، عجبني قوي تصريح من الصديق العزيز والاخ الاكبر والزميل المحترم الاستاذ عبد الشافي صادق. الاستاذ عبد الشافي صادق بيقول لك ايه؟ كان على قناه نادي الزمالك بيقول لك ان المستشار مرتضى منصور بيتواصل مع السوشيال ميديا في النور في العلن، حتى لما بيطلع يعمل مؤتمرات الكلام بيكون في العلن، وحتى لما بيتكلم المستشار على السوشيال ميديا بيذكر اسمائهم، بيقول ده قال ايه، متابع ده قال ايه في العلن. مفيش حاجه من تحت الترابيزه، ولا عندنا لجان الكترونيه بتمول ب3 مليون في السنه، ولا عندنا كل الكلام ده. احنا شغلنا على ابيض، شغلنا على نضيف، شغلنا في النور وليس في الظلمات. فدي كانت حاجه يعني حبيت ابدا بيها للصديق والاستاذ المحترم عبد الشافي صادق. تعالوا بينا ندخل في المستشار مرتضى منصور على طول. اتكلم كلام مهم جدا 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 امبارح، وقال كواليس مهمه جدا 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 امبارح. المستشار مرتضى منصور اتكلم على ايه؟ المستشار مرتضى منصور اتكلم على ملفات كتيره واتكلم على قضايا كتيره جدا جدا جدا، ولكن المستشار مرتضى منصور ذكر كده كام نقطه. خلونا ناخدهم كده بالترتيب ونتكلم في كل نقطه، وهقول لكم شويه كواليس حلوه قوي قوي قوي. المستشار مرتضى منصور طبعا زف بشرى جميله لجمهور نادي الزمالك، وقال احنا لسه لينا 20 مليون جنيه هناخدهم يوم الخميس اللي جاي من الشركه الراعيه، ودول هيفكوا الازمه الماديه في نادي الزمالك. والمستشار كمان اعلن ان الازمه الماديه انتهت للابد في نادي الزمالك، فدي حاجه محترمه جدا جدا جدا. ان الشركه الراعيه كمان ده مش الفلوس الجديده، ده من القديم، 20 مليون مكافاه الدوري والكاس، فدي حاجه محترمه جدا جدا، فلوس محترمه داخله نادي الزمالك. وقال بقى حكى المستشار مرتضى منصور ايام العزل، وقال انا كنت في اجتماعات مع الدوله باستمرار، والدوله قالت له طب هترجع بشكل، قال لهم لا انا هرجع بحكم محكمه، وعملوا زي استقصاء لنادي الزمالك، لقوا لنادي الزمالك داخل في خراب، قالوا له لا انت لازم تدخل الانتخابات وهترجع غصب عنك وهتنزل الانتخابات لان النادي اتخرب. وحاجه بقى المستشار مرتضى منصور على القائمه بتاعته اللي كان معظمها جاي بالصدفه، واتجمعت القائمه قبلها بيوم ولا بيومين وما اتصرفش عليها ولا جنيه، عكس القائمه الثانيه بتاعه البشوات التانيين اتصرف عليها اكتر من 70 مليون جنيه. واتكلم كمان المستشار مرتضى منصور ان هو في اجتماعات مستمره مع الوزير اللي قعد معاه، وقعد مع الرئيس الرابطه، وكان في تليفونات ما بينهم وكان في تواصل ما بينهم، ان المستشار مرتضى منصور عاوز يدخل اكتر من 30-40 الف لمباريات افريقيا بتاعه نادي الزمالك. وكلام يعني كلام عقلاني، وحتى امير قال الكلام ده في احدى المؤتمرات او احدى اللقاءات الصحفيه. مش معقوله نروح نلعب في شمال افريقيا ب50-60 الف متفرج ونلعب هنا على ارضنا ب
10,000 متفرج ولا 5,000 متفرج، الكلام ده طبعا ما ينفعش. فقال ان انا بحاول اعمل زياده للاعداد الجماهيريه، وخلي بالك الكلام ده الزمالك والاهلي هيستفيدوا منه، مش هقول لك طبعا بيراميدز وفيوتشر لانهم ما عندهمش جماهير، انما انا بكلمك الاهلي كمان هيستفيد من الكلام المحترم اللي المستشار مرتضى منصور بيعمله، وكمان مش بيعمله في افريقيا بس، ده بيحاول في الدوري انه يدخل من 10 ل 15,000 متفرج لكل فريق في كل مباراه، والجمهور اللي يغلط يتعاقب ما يدخلش المباراه اللي بعدها. اتمنى الرابطه تستجيب، واتمنى ان الناس تستجيب. اتكلم بقى على الحكام. اخيرا المستشار مرتضى منصور يعني عبر عن ما يعني ما يضيق به صدرنا جميعا كزملكاويه من الحكام، وقال لك ان مين اللي بيعين الحكام؟ كل ما يكلم حد يقول له انا ما اعرفش مين اللي بيعين الحكام. امال مين اللي بيعين الحكام؟ فقال لك مش معقوله كل الحكام امين عمر وامثاله اللي هم بينتموا للاهلي وحاطين اللوجو بتاع الاهلي على صفحاتهم، مش معقوله امين عمر يحكم للاهلي، ومش معقوله يجيبوا لنا نادر قمر الدين ده يقعد يحكم للزمالك وهو اصلا كاره نادي الزمالك. اتكلم برضو المستشار على الموضوع ده، واتمنى من المستشار مرتضى منصور رجاء شخصي، الملف ده مهم جدا 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 ولازم تتكلم فيه كتير، ولازم يعني مش عايز اقول لك نقلد الاهلي ونطلع بيانات لان احنا بنتريق عليهم، ولكن اتمنى ان يكون فيه دايما كده نبقى ماسكين العصايه ومترقبين الحكام بجد يا سياده المستشار. وانا بوجه لحضرتك الكلام، الحكام السنه دي انا خايف يضيعوا تعبك وتعب المدير الفني وتعب المشرف العام على الكوره وتعب اللعيبه. انت بتصرف ملايين، اللعيبه بتتعب، بتجيب صفقات، تخيل يجي واحد بصفاره وشرط يضيع كل اللي انت عملته ده. فعشان كده انا مش عاوزك تتهاون مع الحكام اللي باين قوي 7 ماتشات، باين قوي توجهاتهم ماشيه ازاي. فده الكلام اللي قاله المستشار مرتضى منصور للحكام. وكمان بقى اتكلم على نقطه جميله، قال لك ايه؟ بيقول لك ان في ال5 دقايق الاخرى بتوع ماتش الزمالك والبنك الاهلي وماتش الاهلي وفيوتشر، بيقول لك في ال5 دقايق الاخرى دول كان الفارق هيبقى 6 نقاط، الزمالك هيتعادل والاهلي خلاص هيكسب. فبيقول لك في الوقت ده كان الفارق هيبقى 6 نقاط، وسبحان الله الفارق الزمالك هو اللي كسب والاهلي هو اللي اتعادل، والفارق بدل ما كان هيبقى 6 نقاط بقى نقطتين. فبرضه دي حاجه محترمه جدا جدا جدا. اتكلم المستشار مرتضى منصور برضه على الملف بقى بتاع ممدوح عباس اللي احنا عاوزين بقى ننام ونصحى نلاقي نفسنا خلصنا من الهم ده ومن الملف الرخم ده. اتكلم، قدم مستندات جديده لوزير الشباب والرياضه، ووزير الشباب والرياضه بدوره بينقل الاوراق دي لجهات اعلى ان شاء الله باذن الله، ممكن توصل كمان للسيد رئيس الوزراء عشان اثبات عدم احقيه ممدوح عباس في اي مليم من الفلوس اللي هو بيطالب بيها. وكمان المستشار مرتضى منصور اعلن مفاجاه ان في تقرير لسه طالع طازه من مديريه شباب الرياضه ووزاره شباب الرياضه، فتشوا على كل ميزانيات نادي الزمالك، ما لاقوش في اي ميزانيه القرض بتاع ممدوح عباس. والناس طبعا المحاسبين عارفين ان اي فلوس داخله وخارجه لازم بتتذكر في الميزانيات، سواء قروض، منح، فلوس طالعه، فلوس داخله، لازم تدخل ميزانيات. هذا المبلغ لم يثبت في اي ميزانيه في ميزانيات نادي الزمالك. وكمان الملف ده هيتم تصعيده وهيتحط على مكتب السيد المحترم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. نتمنى ان احنا نشوف حل قريب للقصه دي. وقال كمان ان الجمعيه العموميه اللي كانت هتتعمل يوم 23 من الشهر الجاري، يعني الجمعيه العموميه دي بطلب من الوزير، قال له هنأجل الجمعيه العموميه شويه لشهر يناير عشان خاطر في حاجتين. المحكمه الدستوريه بتطلع زي كده يعني المحكمه الدستوريه في حكم هيطلع بخصوص مركز التسويه والتحكيم اللي نفسي نرتاح منه، ما يزعلوش مني، يعني ليس له قيمة ولا دور ولا إفادة في الرياضة المصرية. شفنا طبعا شيكابالا لما طلع مركز التسوية والتحكيم نصفه، أحمد مجاد ما نفذش وقال لك مركز التسوية والتحكيم ده ملوش لازمة. ففي حكم طالع من المحكمة الدستورية بخصوص مركز التسوية والتحكيم. وكمان قانون الرياضة بيتناقش دلوقتي في مجلس النواب وهيتم طرح القانون ده جديد. فالظاهر الوزير عاوز يأجل الجمعية العمومية عشان لما نادي الزمالك يجي يعمل جمعية عمومية يعملها على نضيف، يكون طلع حكم المحكمة الدستورية
بخصوص مركز التسوية والتحكيم، ويكون كمان طلع قانون الرياضة بحيث الجمعية العمومية لما تيجي تتعمل على نظيف، تتعمل على يعني القانون اللي هيصدر بتاع المحكمة الدستورية، وايضا القانون الجديد بتاع الرياضة. تعال بقى ندخل في الكلام اللي جمهور نادي الزمالك عاوزه. اكيد يعني انتم مستنيين الكلام المحترم اللي احنا عاوزين نتكلم فيه. المستشار مرتضى منصور في عز الأزمة بتاعت نادي الزمالك والحجز والفلوس والعمال والموظفين والألعاب الرياضية ما بتاخدش فلوسها، مشاكل 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 مشاكل. وعشان أنا أعرف كويس المستشار مرتضى منصور فأنا كنت مطمن. كنا متضايقين، ولكن أنا مطمن على نادي الزمالك. وأنا يمكن قلتها، الناس القديمة معايا شوية وخاصة على اليوتيوب فاكرين اليوم ده لما كنا بنغطي الانتخابات بتاعة رئاسة نادي الزمالك، الانتخابات الأخيرة دي، بعد ما عرفت ان المستشار مرتضى منصور نجح بقائمته بالكامل ومش هيبقى فيه مشاكل، كتبت على صفحتي على الفيسبوك وكتبت على اليوتيوب في قسم المنتدى: دلوقتي اقدر انام وانا مطمن على نادي الزمالك. والكلمة دي انا قصدها لان مهما حصل من مشاكل مالية وازمات مادية اتحط فيها المستشار مرتضى منصور، فالمستشار مرتضى منصور بيحبط كل المؤامرات، والمستشار مرتضى منصور بيعرف يخرج من اي مشكله وبيعرف يجيب فلوس ازاي. القصه ان كان موضوع ممدوح عباس بتاع الحجز، انتوا عارفين هو جاي منين. هو جاي اكيد مليون في المية، مش عايز اقول لك معلومات، ولكن اتفاقات ما بين ممدوح عباس وصديق العمر يعني عنده كابتن محمود الخطيب. اتفاقات والحجز طبعا موجود، والاهلي حتى كان عايز يحط غرامه كهرباء في الحساب عشان ممدوح عباس ياخد فلوسه من غرامه كهرباء وشغل، وغير طبعا موضوع الرعايه اللي كانت بتتاخر عشان يفضلوا لافين حبل المشنقه حوالين المستشار مرتضى منصور. جه المستشار مرتضى منصور وراح راملهم قنبله، اللي هي ايه؟ اللي هو تجديد التعاقد لكم محل بقى لبنك الاستثمار العربي. 4 محلات على سور نادي الزمالك في الاتجاه اللي هو بتاع المحور كوبري 15 مايو، في 4 محلات خاصين ببنك الاستثمار العربي. المستشار مرتضى منصور جدد التعاقد بتاعهم برقم محترم، واعتقد المده هتكون يعني رينج ال10 سنين، ودي حاجه كويسه جدا هتدخل للزمالك ملايين. طيب اللي كانوا بيراهنوا في الطرف الثاني او في النادي الاهلي كانوا بيراهنوا على افلاس نادي الزمالك، فالافلاس هيعمل لك ايه؟ مشاكل، والمشاكل هتضيع لك نقاط، ولما النقاط تضيع هيبقى الفريق كبير ما بينك وما بين الاهلي. وده اللي كانوا بيرتبوا له، ضغط من ممدوح عباس وضغط من الشركه الراعيه، وعاوزين يدخلوا نادي الزمالك في نفق اسود، انما ما يعرفوش ان في رئيس اسمه مرتضى منصور على راس هذه المنظومه. مرتضى منصور بتجديد ال4 محلات دول، وكمان بالفلوس القديمه اللي ضغط وهتدخل له مبلغ حوالي 20 مليون جنيه، اقدر اقول لك ان هم ما قدروش، المخطط بتاعهم بيفشل ان هم يخنقوا نادي الزمالك ويخنقوا المستشار مرتضى منصور. زائد ان الزمالك رغم ان الزمالك فنيا مش عاجبنا كلنا، ولكن الزمالك بيكسب، وده برضو اللي خلى يقول لك طب هنعمل ايه تاني؟ هنفكر له بقى في حاجه تانيه، ده احنا حجزنا على النادي والراجل بيجيب فلوس، بيجيبها منين ما اعرفش، وكنا حاجزين على النادي وجاب صفقات احسن مننا، واجلنا عقد الرعايه، قال مش مشكله، مش عاوز عقد الرعايه ومش هجدده الا برقم يليق بنادي الزمالك. والشركه الراعيه لقت نفسها ان عدى اول 7 مباريات في الدوري، والشركه الراعيه اكيد بتخسر لانها عامله بادجت على نادي الزمالك، وهيدخل مداخيل واعلانات وتسويق من طريق نادي الزمالك. طب انا ما جددتش مع الزمالك لغايه دلوقتي، فالفلوس ما دخلتش، فهخسر. فالشركه الراعيه جات للمستشار مرتضى منصور واتفقوا على رقم يعني متقارب للرقم اللي الزمالك عاوزه، وهنعمل عقد رعايه كويس. والمستشار مرتضى منصور احبط مخطط الشركه الراعيه واحبط مخطط الحجز اللي هو جاي زي ما انا بقول لك من الطرف الثاني. وكمان انا طلعت امبارح وقلت ان انا سمعت ان هاني حتحوت قال ان المحلات دي كانت تابعه لياسين منصور، والمعلومه اللي قالها هاني حتحوت اللي انا قلتها يعني على لسانه، انا امبارح طلعت قلت هاني حتحوت بيقول، ما قلتش معلومه. وانا لو تفتكر كويس امبارح انا ما قلتش دي معلومه من عندي انا اتحمل مسؤوليتها، انما انا قلت هاني حتحوت قال كذا كذا كذا. طلع ان موضوع ياسين منصور ده مش حقيقي. المستشار مرتضى منصور قال ده الراجل من 2006 كان ماضي مع ممدوح عباس
مش عارف ما اعرفش كام سنه، والسنه كانت ب 1000 جنيه في الشهر. كان كلام يضحك، والله كان كلام يضحك. وياسين منصور ده بتاع الاهلي، والاهلي وايام ممدوح عباس كان بيرتع في نادي الزمالك. فالمعلومه الصحيحه والمعلومه الصحيحه ان العقود اللي الزمالك عملها مؤخرا مع بنك الاستثمار العربي، اللي كان عامل المستشار اجتماع مع المندوبين والوفد بتاع بنك الاستثمار العربي، واتفقوا، والراجل بيتكلم بشفافيه وبوضوح، ما عندوش حاجه انه يخبيها عن نادي الزمالك وعن جماهير واعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. تعال بقى ندخل على هاني حتحوت، اللي احنا لسه بنقول ان المعلومه اللي هو قالها ما كانتش حقيقيه بتاعه ياسين منصور. تعالوا بقى ندخل على هاني حتحوت ونشوف هاني حتحوت قال كلام مهم قوي قوي قوي، عاوز اتكلم معاك فيه. هاني حتحوت جاب رئيس نادي الرجاء المغربي، وهو الراجل بيعمل شغله صح. في الراجل طلع وقال احنا اللي هنشارك في كاس العالم للانديه، واحنا اللي احق، واحنا واحنا واحنا، وقال اني ده حقنا. فهاني حتحوت بيعمل شغله، بيجيب المصدر وبيطلع وبيقول طب انت ليه بتقول كده حضرتك؟ والفيفا ارسلت خطاب لاتحاد الكرة عشان الاهلي هو اللي يشارك. هاني حتحوت رد بقى، جمهور الاهلي دخل هاجمه، ازاي تجيب رئيس نادي الرجاء؟ انت ده احنا جمهور الاهلي. هم عندهم حته كده يعني ما اعرفش جايبينها منين، ولكن عندهم حته كده المناخير اللي هي احنا، هم فاكرين نفسهم ان هم وهم ولا. فهاني حتحوت طبعا بعد ما لقى ان جمهور الاهلي هاجمه، انت ازاي تجيب جمهور الرجاء؟ ازاي تجيب جمهور يعني رئيس الرجاء؟ يا راجل ده احنا كان كل حد يبقى ليه خلاف مع نادي الزمالك معدي من قدام الشارع كده كانوا بيقولوا له تعالى واطلع على الهوا، ايه بقى رايك في قضيتك ومشكلتك مع نادي الزمالك؟ الراجل بيعمل شغله صح، بيجيب رئيس نادي الرجاء بيقول له انت ليه بتقول كده؟ لا، هجموا عليه. وانتوا عارفين الكتائب واللجان الالكترونيه اللي بتتمول 3 مليون جنيه في السنه، ما انتوا عارفينهم. هاني حتحوت بقى رد حلو قوي، قال لو موضوع استضافه رئيس الرجاء ده مزعل الاهلاويه، فانا اوعدكم انكم هتزعلوا تاني وتالت ورابع، لان ده الاعلام الحقيقي وده دورنا. عجبني قوي رد هاني حتحوت على الكتائب واللجان الالكترونيه اللي بتاخد المصروف كل اول شهر من الرجاله اللي انتم عارفينهم. موضوع سمير كمونه بوخ انه بيتكلم على ميسي والكلام ده كله. موضوع سمير كمونه ده بالظبط هو موضوع احمد بلال، فاكرينه لما كان بيتكلم على مصطفى محمد؟ احمد بلال ما كانش حد يعرفه، وديك اهو احمد بلال فين دلوقتي؟ ناسيا منسيا. فطبعا لازم يتكلم احمد بلال على سيده مصطفى محمد عشان يبقى ترند. وبالفعل احمد بلال نجح الفتره اللي فاتت اللي اتكلم فيها على مصطفى محمد انه يبقى ترند، لان هم رموز الاهلي هم فاضيين، ما عندهمش لا محتوى ولا عندهم كلام ولا عندهم اراء ان انت تستفيد بيها، فهم فاضيين. فبسبب ان هو فاضي هو عايز يعمل اي حاجه عشان يبقى ترند. مره اركب الموجه على مصطفى محمد، احمد بلال قعد له فتره وكل عيش من وراه حلو، وكان بيطلع القنوات والقنوات بتستضيفه، وبعد ما يخلص الحلقه ياخد اللي فيه النصيب يعني، وكان بيروح. فكان الموضوع عجبه، فبدا يعملوا ترند على مصطفى محمد. دلوقتي سمير كمونه بيعمل نفس الكلام، ولكن بقى على مين؟ على ميسي. تخيل سمير كمونه بيقول لك ميسي لعيب محلي. بس انا مش هقول لك حاجه تاني، ما انا ما ينفعش ارد، ما ينفعش ارد على الهوا. والله انا عندي رد قلته في سري، رد واصوات وحركات ويعني حركات بالرجل وحركات بالايد وحركات بالعين. انما انا ما ينفعش على الهوا اقول لك انت اكيد دلوقتي بتعمل نفس الحركات دي، ان سمير كمونه بيقول لك ميسي لعيب دولي، هو عاوز يركب الترند وعاوز طبعا الناس تتكلم عليه. هم طبعا غلابه، تحس ان رموز الاهلي دول عاملين زي الزرع النبت، كلهم كده تحس شكل واحد وعقليه واحده وتفكير واحد، سبحان الله يعني، ربنا يخليهم لبعض يعني. طيب تعالى بقى ندخل على موضوع مهم، وهو احمد شوبير. احمد شوبير مش عاوز يجيبها لبره، واحمد شوبير لو ما لمش اموره كده بشكل محترم يعني، ولو ما بعدش عن نادي الزمالك، احمد شوبير هيكون في غضب كبير جدا 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 من جمهور نادي الزمالك، غضب على السوشيال ميديا بقى، غضب في التعليقات في الاراء، يعني كلام من هذا المنطلق يعني. احمد شوبير النهارده في الراديو ما زال يبث سمومه في نادي الزمالك،
وما زال يستفز جمهور نادي الزمالك، وما زال يستفز رئيس نادي الزمالك. وانا بسال سؤال، المستشار مرتضى منصور بيقول لك مين اللي حامي ممدوح عباس؟ لا انا عندي سؤال كمان، مين اللي حامي احمد شوبير؟ بجد ان بني ادم زي ده هو التراس اهلي، انه بيطلع على محطه راديو من المفترض ان هي بتاعتنا كلنا، بتاعت الدوله، وبندفع ضرايبها وبتاعتي وبتاعتك وبتاعت كل الناس. ما ينفعش واحد زي ده يطلع كل يوم يتكلم عن نادي الزمالك بالشكل ده، ولا ينفع يطلع على قناه اون تايم سبورت. وانا اتمنى من المستشار مرتضى منصور قبل ما يمضي العقد مع المتحده لازم يكون في بند كده اسمه بند شوبير، ان لو هذا الشخص او هذا البني ادم فتح بقه عن نادي الزمالك يبقى في بقى غرامات، يبقى في خصومات من الرعايه. بجد والله بتكلم بجد، دي فكره بقى اتمنى المستشار يذكرها في العقد الجديد. لان لغايه امتى البني ادم ده هيفضل كده؟ لغايه امتى هيفضل كده؟ احنا مش عايزين نتكلم على تاريخه الاسود، احنا مش عايزين نتكلم. والانتخابات اللي قال لك انا زورتها واعترافات قدام الناس كلها، وعنده قضايا تانية من بخصوص حاجات تانية، ومش عارف مين اللي بيقول المغرب ومين اللي بيقول. فعاوزين بقى نتلم بقى يا عم شوبير بقى، عاوزين نتلم. وانا قلت لك قبل كده اذا كان بيتك من ازاز ما تحدفش الناس بالطوب. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لان شوبير النهارده في الراديو اول ما عرف ان المستشار مرتضى منصور مضى عقود محلات جديده لمده 10 سنين هتدخل مداخيل قويه جدا 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 لنادي الزمالك. وطبعا المداخيل يعني استقرار، يعني لعيبه تاخد مستحقاتها، يعني هتكسب الماتشات عشان نفسيتها مرتاحه، يعني صفقات في يناير، يعني شوبير مش عايز كده. شوبير عاوزها خرابه، شوبير عاوزها تيجي على الابيض، على الزيرو، على الارض في نادي الزمالك، لان هم ما بيعرفوش ينافسوا. شوبير بيقول لك ان المحلات ليه تتأجر؟ انا هقول لك اللي قاله، مش هقعد بقى اسمعك وكده عشان ما اضيعش وقتك. يعني بيقول لك ليه المحلات تتأجر 10 سنين؟ دي مدة كبيرة قوي. وده ماشي ان الزمالك يعني ماشي بمبدأ عيشني النهارده موتني بكره. يعني انت هتاخد الفلوس دي تصرفها النهارده، طب وبعد 10 سنين والمدة 10 سنين، طب والسعر النهارده غير بعد 10 سنين. هو طبعا متجنن. ازاي نادي الزمالك يجدد محلات والنهارده بنك الاستثمار العربي، بكره مش عارف بنك ايه، بعده بنك ايه، والمستشار مرتضى منصور كمان في العقود بتاعت البنوك دي عامل كده عرف اسمه يعني عرف المستشار مرتضى منصور او قانون المستشار مرتضى منصور، اللي هو ايه؟ منحه تعاقد. هتديني 10 مليون كده، دول خارج العقد كده، دول ايه؟ حب، منحه تعاقد، محبه. والكلام ده بيتذكر في الاوراق الرسميه ولكن مش من مبلغ اجمالي التعاقد. شوبير زعلان ان الزمالك بيجدد بنك الاستثمار وبياخد منحه تعاقد والدنيا حلوه وهتبدا الفلوس تدخل ومحجوز عليك. امال لو الحجز اتفك يوم الاربعاء ان شاء الله، تخيل بقى نادي الزمالك ده يشتري محمود الخطيب ونتعاقد مع بيبو ونجيبه عندنا يشتغل في اي مكان يعني في نادي الزمالك. فشوبير بيقول لك ازاي 10 سنين؟ يعني النهارده سعر النهارده غير سعر بكره. بص يا عم شوبير، انت ما ينفعش تعدل على اكبر محامي في مصر، وما ينفعش تعدل على اكبر رجل قانون في مصر. عيب لما تعدل عليه، ده يقعد كده يعلمك انت والف زيك القانون وازاي وايه الصح وايه الغلط. دي حاجه. الحاجه الثانيه، مليون في الميه ومن غير ما اعرف، هل تتوقع ان المستشار مرتضى منصور مثلا هيحط مثلا ايجار شهري مثلا يعني مثلا 100,000 جنيه في الشهر؟ انا بديك اي رقم. هل المستشار هيحط مثلا 100,000 جنيه في الشهر ويثبته لمده 10 سنين؟ لا طبعا. الجنيه بيتغير والعمله بتتغير والدنيا بتغلى. ده انت تشتري الحاجه النهارده غير بعد اسبوع غير بعد اسبوعين، الدنيا في ارتفاع مستمر. فاكيد المستشار مرتضى منصور عامل حسابه اني زي ما بتاخد شقه ايجار قديم اللي هي 59 سنه دي اللي مش عارف بقى لسه موجوده ولا لا، الايجار بيزيد مثلا كل سنه 10%، 20%، 50%. في العقد كده، ولكن انا ما اعرفش الرقم كام. ولكن المستشار انا بقول لك مليون في الميه عامل كده ومزود كل سنه. انت بتتصاعد عشان تواكب الارتفاع وتغيير القيمه الايجاريه كل سنه.
فانت مش محتاج يا احمد الشوبير تعلمنا والله. وانا مش هقعد بقى اضيع وقت الناس واقول لك روح شوف في الاهلي واللعيبه اللي بتيجي وبتمشي، وموسيماني اللي خد عقده بالكامل وهو اصلا ما كملش عقده، وسواريش اللي خد عقده بالكامل، ومش عايز اقول لك برونو سافيو اللي كان فاضل له 3 شهور والاهلي يشتريه فري. انا والله يعني اتكلمنا فيها والله ما هنخلص مجلدات على الاهلي وعلى اللي بيحصل الفلوس في الاهلي. فمين يلم احمد شوبير؟ مين يلم ويوقفه عند حده؟ انت مالك؟ انت مالك؟ وبرضه بيتكلم يقول لك زكريا الوردي. تعالوا اقول لكم قايل على زكريا الوردي حاجه يعني منتهى، يعني بجد انسان حشري. بيقول لك ايه؟ للغاضبين مني بسبب اني اتكلمت عن زكريا الوردي لا اعلم لماذا تغضبون. الزمالك تعاقد مع لاعب باموال ورحل بدون ولا مليم. لابد ان يتم اثبات هذا الامر لان به حسابات واموال، واعتقد انني اتحدث بشكل صحيح ولا يوجد خطأ في كلامي. لا اعرف ما سبب هذه الحاله من الغضب والانفعال. وقال لي انت مالك؟ لا ده انا مالي ونص. ده بيقول للمستشار مرتضى منصور انا مالي ونص وثلاث ارباع. هذا عملي الاعلامي، يجب ان اتحدث عن لاعبي الاهلي والاسماعيلي. انت بتكذب يا شوبير، انت عمرك ما تجرؤ تتكلم على الاهلي عشان 5 مليون اللي بياخدهم ابنك كل سنه. ويجب على ادارات الانديه ان تعلن عن القيم الماليه سواء بالتعاقد او في حاله فسخ العقد. يجب ان تكون الامور واضحه بالظبط. تطلع كده قول لنا برونو سافيو كان فاضل له قد ايه والاهلي يجيبه فري ويوفر $1.5 مليون. شوف بقى انت دلوقتي $1.5 مليون دول يعملوا لهم اكتر من 60 مليون، 40 مليون، 50 مليون. ما يعني مش دي امور ماليه؟ لا انت مش مالك ومالك، انت مالكش دعوه. وبعدين ما انت شفت، ما الامور الواضحه دي اللي انت بتتكلم عليها، ما انت شفت يا جدع الراجل المستشار طلع لك الايصالات بتاعت زكريا الوردي. يعملهم ايه؟ يبربهم ويحطهم لك فين؟ في عينك عشان تقتنع؟ طلع قدام الناس كلها، واللعيب قال انا هرجع الفلوس، واخوه قال لما سافروا المغرب احنا رجعنا الفلوس، وطلع لك ايصالات بالمصري وبالدولار وباليورو. انت عاوز ايه يا اخي؟ انت عاوز ايه يا اخي؟ ما تسكت بقى، تبطل السموم اللي انت بتبثها دي. انت هتموت عشان زكريا الوردي جه ورحل بدون ما يغرم نادي الزمالك ولا مليم. الفلوس اللي اخدها مقدم التعاقد اللعيب رجعها، مع السلامه مع السلامه. الراجل ما كلفناش جنيه، وكويس ان احنا خلصنا دلوقتي عشان يمشي في يناير عشان نعرف نجيب صفقات. ما كبرناش وخليناه زي بيرسي تاو. اطلع قول لنا الشفافيه. بيرسي تاو عنده اصابه مزمنه ولا لا؟ اطلع كده خلي عندك يعني نوع من انواع الاحمر كده وقول لنا بيرسي تاو عنده اصابه مزمنه ولا لا اللي هيمشي اخر الموسم. اطلع قول لنا حسام حسن بتاع سموحه اخباره ايه، ولا والتر بواليا، ولا جونيور اجاي اللي خد عقده بالكامل عشان يفسخ عقده ويمشي، ولا بادجي، ولا جيرالدو. اطلع قول لنا. ولا الولد اللي هو بتاع فيوتشر ده اللي هو اسمه اللي جابوه، اللي هو اسمه مش متذكر والله اسمه، اللي هم جابوه وعملوه اعاره لفيوتشر، اللي جابوه من الانتاج الحربي، والله مش متذكر اسمه دلوقتي، هبقى افتكر لكم اسمه. اطلع قول لنا واطلع قول لنا على ده بياخد كام، واطلع قول لنا ليه ابنك بيعمل اعلانات. اشمعنى ابنك بيعمل اعلانات ونجم زي شيكابالا ما بيعملش اعلانات؟ نجم زي زيزو، فتوح، الونش، امام عاشور، ليه مش بيعملوا اعلانات؟ وليه ابنك بيعمل اعلانات؟ عواد حارس مصر الاول دلوقتي، اطلع قول لنا ليه ما بيعملش اعلانات؟ وابنك اللي لا عنده كاريزما ولا عنده قبول ولا حتى بيلعب في الاهلي، اطلع قول لنا. محتاجين نعرف الكلام ده بدل ما انت عمال بتطلق سمومك. انا مش لاقي حد يوقفك ولا يوقفك عند حدك في البلد. وانت يعني ما تطلع يا عم على قناه الاهلي تقول يعني ريان يا فجل، ما يعني محدش يقول لك حاجه. دي قناه فئويه وانت شخص متعصب كاره لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك بيكرهك ولا بيطيقك. ما تطلع، ولكن انت ما تقدرش انت تطلع على قناه اون تقعد تبث سمومك. اتمنى من المستشار مرتضى منصور انه يحط بند في العقد مع الشركه المتحده، بند كده اسمه بند شوبير. اذا تحدث هذا الشخص عن نادي الزمالك باي سوء يتم خصم رقم معين من العقد. مات الكلام ومالكش دعوه يا احمد يا شوبير. تعال بقى بينا ندخل على الاهلي. بيدور على جول، والاهلي بيدور على حارس مرمى، لان محمد الشناوي مستواه خلاص في النازل. محمد الشناوي خلاص تقدر تقول كان عندك جون وبيفيس. محمد الشناوي خلاص الاهلي بيدور على حارس مرمى. بدا يشوف عمر رضوان، بدا يشوف محمود جاد، بدا يشوف. طبعا هم كانوا عاوزين محمد صبحي، ولكن محمد صبحي ان شاء الله يجدد عقده مع نادي الزمالك، ولسه محمد صبحي عقده ممتد موسمين زيه زي امام عاشور.
وزي عواد مع نادي الزمالك. فالاهلي بيفكر في حارس مرمى دلوقتي، وممكن على نهايه الموسم في الانتقالات بقى بتاعه الموسم الجديد يبداوا يشوفوا هيجيبوا مين، لان يعني مفيش قناعات بعلي لطفي وايضا مصطفى شوبير. هم طبعا انتوا عارفين هم حاطين ابن شوبير ليه في النادي الاهلي، عشان هو البوك الاعلامي بتاع الاهلي واللي بيخبط في الزمالك، هو البوك الاعلامي شوبير اللي محروق عشان مرتضى منصور بيدخل فلوس وبيجيب فلوس وبيعمل استثمارات وبينعش خزينه نادي الزمالك والنادي محجوز عليه. امال يا مرتضى يا منصور لو النادي الحجز اتفك واشتغلت بقى براحتك من غير مشاكل ومن غير كل يوم قواضي بيبو الله يا خطيب اصله شتمني اصله عورني، امال بقى يا مرتضى منصور لو انت بقى ما عندكش المشاكل دي، انت يا ابني ده انت يا سياده المستشار، ده انت تنفل الاهلي ده والله يتشال من على وش الارض شيء. فالاهلي بيدور على حارس مرمى في نهايه الموسم. الاهلي نزل بيان ضد محمد مجدي قفشه وقال احنا هنزل بيان عشان يقول انا عاقبت اللعيب بتاعي. هو يا جدعان هو الاهلي ده غلط اللي بيعمله ده. ما الزمالك كان فيه عقوبات اليومين اللي فاتوا على امام عاشور وعلى سامسون اللي اتاخر وعلى الجزيري، ما في عقوبات يا جدعان وبتبقى في السر. ليه تنزل بيان عشان تقول انا عاقبت اللعيب بتاعي وخصمت ماليا من ده؟ منزلين بيان بكده. تخيل الزمالك نزل بيان مثلا بيعاقب احمد فتوح، راح منزل له بيان على صفحه النادي وعلى الموقع. ايه التهريج ده؟ هو النادي ده بجد هو ده يعني هو ده رئيس الاهلي؟ بجد هو ده رئيس الاهلي؟ والله العظيم ده بيقللوا من قيمه الاهلي وبيقزموا من قيمه الاهلي عشان ينزلوا بيان تافه على حاجه تافهه زي كده. عاقبت لعيبه عندك خالص. ما الزمالك كل يوم بيعاقب لعيبه، اللي بيجي متاخر واللي بيتاخر في الرجوع زي سامسون وزي الجزيري زي امام عاشور. ما الناس دي كلها تم توقيع عقوبات عليها. انما لا، لازم يوري الجمهور الاسطوره ان انا ايه مقصر بالاساطير. اقسم بالله العظيم احنا بنضحك عليكم والله. انت محمود يا خطيب خليت الزملكاويه يعني سعداء، اقسم بالله على الهواء. اتمنى محمود الخطيب يفضل طول عمره رئيس للنادي الاهلي، بصراحه بحبه وعاوز يكون موجود رئيس للنادي الاهلي. وانا بدعم من دلوقتي دوره تانية، يعني يمين يدينا العمر ويديله العمر يكون محمود الخطيب موجود على راس اداره النادي الاهلي. طبعا هختم بصوره حلوه لشيكابالا مع عمر جابر مع دونجا وهم في منزل شيكابالا، وشيكابالا بيتفرج على ميسي. كلنا طبعا شفنا الفيديو وفرحان بميسي وسعيد بميسي وفرحان بتتويج ميسي اسطوره بقى، ويعني حاسس بالاسطوره اللي زيه يعني. واتمنى ان الكوره تخضع لشيكابالا ويرفع كاس افريقيا زي ما خضعت لميسي. وتعالوا بقى ندخل في الموضوع اللي انا مخليه للاخر عشان اتكلم بقى فيه كده ايه براحتي. خبر سعيد لجمهور نادي الزمالك. احد المقربين من مروان عطية ووكيل مروان عطية خلاص اللعيب حسم وجهته واختار انه يلعب في نادي الزمالك، وبلغ المسؤولين في نادي الاتحاد السكندري بالموضوع ده. كان الاهلي عاوز مروان عطية وكان الاهلي بيسعى انه يجيب مروان عطية. عمرو السولية كبر في السن، ديانج عاوز يحترف وبالكتير الموسم ده وبيضغط على الاداره عشان يمشي، مش هيبقى موجود الا حمدي فتحي اللي ما بيقدرش يكمل 50 60 دقيقه، عنده اللياقه البدنيه تعبانه جدا جدا جدا. فهم عاوزين يجيبوا، محتاجين فعلا مروان عطيه، يعني مش هيجيبوا عشان يحرموا الزمالك منه، لا ده هم فعلا محتاجين مروان عطيه. ولكن اللعيب اختار نادي الزمالك، اللعيب عاوز يلعب في نادي الزمالك، اللعيب نفسه يمشي في انتقالات يناير دي، وابلغ الاستاذ محمد مصلحي بذلك عشان عاوز يتدرب تحت قياده البروفيسير فيريرا، ونفسه هو فيريرا عاوزه. فاللعيب يعني عاوز يروح عشان فيريرا عاوزه، انتوا حاسينها. فمروان عطيه خلاص اعلن انه عاوز ينضم لنادي الزمالك وعاوز يكون موجود لاعبا في نادي الزمالك. واتمنى ان المفاوضات تتم بسرعه في يناير، لان مش عايزين نستنى لاخر الموسم. طبعا ان شاء الله اخر الموسم الموضوع هيكون برضو لنادي الزمالك، ولكن عاوزين بقى ناخد مروان عطيه معانا عشان يلعب معانا في دوري ابطال افريقيا. وبالفعل اللعيب اعلن لوكيله وللمقربين منه انه خلاص استقر على عرض نادي الزمالك والانتقال لنادي الزمالك، وكمان هو عاوز يمشي في يناير. فسعدت جدا بيكم، وان شاء الله دايما نتقابل على خير وصحه وسعاده. اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله، والسلام عليكم. مع الف سلامه.